هل عمرك شفت قبل كده مغناطيس بيشيل أطنان حديد في ثانية واحدة؟ ده مش خيال علمي، ده كرين كهرومغناطيسي شغال. أول ما يشتغل الوحش ده بيتحول لآلة بتحصد الحديد، ألواح ستيل، خردة، وحتى عربيات كاملة بيشفطهم كأنهم ولا حاجة. جوه قلبه في مغناطيس كهربائي ضخم مليان مئات لفات السلك النحاسي. مجرد ما تدوس الزرار الكهرباء تمشي وتحصل قوة مغناطيسية لحظية. كل ما عدد اللفات والتيار يزيدوا الشد بيقوى أكتر. الصغير منهم بيشيل كام 100 كيلو، لكن الوحوش الكبيرة بتشيل عشرات الأطنان، وحتى رولات ستيل وزنها أكتر من 100,000 باوند. ومش بس للشيل، في حفارات بتستعمله للتكسير والفرم وتنظيف الخردة أو رص حديد التسليح. في مواقع بناء أحيانا بيستعملوه كدروب هوك عشان يضغطوا بيه الأرض ويحسنوا الأساس. العيب بتاعه إيه؟ الحرارة العالية بتضعف المغناطيس، فعشان كده في الشغل تقيل جدا الهيدروليك لسه هو الملك. لسه شايف المغناطيس لعبة؟ ايه اغرب تقنية مغناطيس شفتها في حياتك؟ قول لي في الكومنتات. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.